عارفة ايه الفرق بين الست اللي بتجري ورا الراجل والست اللي الراجل بيحفى عشان يرضيها؟ الفرق مش في الجمال ولا في الدلع، الفرق في كلمة واحدة: الاستغناء. لما تلاقيه بدأ يسأل هي راحت فين، هي ليه بطلت تغير، هي ليه بطلت تعاتب، اعرفي انك حطيتي رجلك على اول درجة من درجات عرشك. في السلسلة دي احنا مش هنتعلم ازاي نتخانق، هنتعلم ازاي نكسب بالسكوت. انا دايما بقول الغالية ما بتطلبش الاهتمام، الغالية هي اللي بتوزعه بمزاجها. عشان كده بقولك استعدي، عشان من النهاردة اللعبة هتتغير، والكلمة هتكون ليكي انتي بس من غير ولا حرف. لما تبدأي تسألي مين دي، أو ليه عملت لايك لفلانة، انت كده بتنزلي من على عرشك وبتحطي نفسك في سباق مع ستات تانية. تيتا سوسو بتقولك لا، الملكة ما تبصش للجواري. عشان كده تجاهلك ليهم معناه انك واثقة ان مفيش حد يقدر يملى مكانك، وده بيخلي الراجل يعرف انك تقيلة وعندك استغناء. الراجل بيحاول يثير غيرتك بوجود ستات تانية أو بالتلميح ليهم عشان يحس إنه مطلوب وإنه مسيطر على مشاعرك. لما تتجاهلي الموضوع ده تماما وتتعاملي ببرود كأن مفيش حاجة حصلت، انتي هنا بتبوظي خطته، والعقاب هنا هو الحرمان من الاهتمام. لما تشوفي حاجة وتتجاهليها وتفضلي محافظة على هدوءك وشياكتك، وهو هنا بيبدأ يترعب ويسأل نفسه هي ليه مش مهتمة، هي ناوية تسيبني. ده بيخليه يلف حوالين نفسه عشان يرضيكي، بدل ما تظهري انتي في صورة الغيرة القاتلة اللي بتقلل من برستيجك. ما تكوني غامضة الراجل بيفضل مشغول بيكي. لو سألك كنت بتعملي ايه، ردي بابتسامة هادية وقوليله كنت مشغولة في حاجة تخصني. عدم تبرير كل دقيقة في يومك بيخليه يحس ان عندك عالمك الخاص اللي هو مش محوره، وده بيزود قيمتك عنده جدا. لو حسيتي بإهمال أو عدم تقدير ما تعاتبيش بالكلام، اسحبي وجودك بالتدريج. ردي على قد السؤال، قللي مكالمات، خليكي مشغولة بنفسك. العتاب بيعرفوا نقطة ضعفك، لكن الانسحاب بيعرفوا انك ممكن تضيعي من ايده لو ما حافظتي عليكي. ما تظهري ان سعادتك مش مرتبطة بكلمة ولا حتى هدية منه، بتبقي حرة. تيتا سوسو بتقولك قلبك بيخليكي متاحة، عقلك بيخليكي غالية، والفرق بين الاتنين كلمة تكسرك أو ذكاء يرفعك. خلي مصدر سعادتك داخلي، هو مجرد إضافة لحياتك الجميلة، لكن مش هو الحياة نفسها. في عز المواقف اللي المفروض تغيري فيها، حافظي على ظهرك مفرود، ونبرة صوت هادية ورزينة، ونظرة عين واثقة. الحركة السريعة والعصبية بتبين قلة الحيلة، لكن الهدوء في عز العاصفة بيبين قد ايه انت مسيطرة. حاول يغيظك بواحدة، امدحيها بهدوء وقوليله فعلا لبسها شيك وذوقها قريب من ذوقي. الحركة دي بتنسف فكرة المقارنة تماما، لانك حطيتي نفسك في مكانة الحكم او المقيم، مش في مكانة المنافسة المكسورة. اللي بتقول حاضر على كل حاجة بتفقد بريقها. اتعلمي تقولي لأ للحاجة اللي مش عاجباكي بمنتهى الهدوء ومن غير خناق. اللأ الواثقة بتخلي الراجل يحترم حدودك ويعرف ان عندك شخصية ومش مضمونة 100%.
كلمة راقبي، هو بيعمل لايك لمين وبيكلم مين. استثمري الوقت ده في كورس جديد، في رياضة، أو حتى هواية قديمة. لما يلاقيكي بتتطوري وعندك اهتمامات تانية، هو اللي هيبدأ يغير من نجاحك ويهتم يعرف ايه اللي شغلك عنه. الرد السريع والفوري على كل رسالة بيدي انطباع انك قاعدة مستنياه. خلي ليكي وقت مقدس لنفسك بس، الموبايل فيه بعيد. لما يشوف ان ردك بياخد وقت هيفهم ان وقتك غالي، والغالي ما بيجيش غير بالصبر. لو غلط في الكلام أو حاول يستفزك عشان تطلعي أسوأ ما فيكي، ابتسمي واسكتي. السكوت في لحظة الاستفزاز هو قمة القوة. هو بيبقى مستني خناقة عشان يقلب عليك الترابيزة. سكوتك بيخليه يواجه غلطه هو بس. نصيحتي الأخيرة ليكي في السلسلة دي: الست القوية مش اللي بتهدد إنها ماشية. الست القوية هي اللي بتمشي فعلا لما كرامتها تتهان ومن غير شوشرة. فكرة إنه يبقى عارف إنك هتقدري تسيبيه وتمشي في أي لحظة هي اللي بتخليه يعملك ألف حساب.